الغسالة دي في كوريا الجنوبية بتتكلم ليها، بتستخدم كل حاجة عن طريق طبعا الموبايل بتاعك وحاجتك، ولكن تقدر تقول لها باسمها هاي بيكسبي وتبتدي تديها اوامر: اغسلي، اعملي، انقعي، نشفي، طيبي، اعملي اللي انت عايزاه. هي بتتكلم معاك وبتظبط لك كل اللي انت عايزه. تعلق القميص اللي انت عايز تكويه بكره الصبح تروح بيه الشغل، تك، شكرا جدا، تصحى الصبح تلاقيه مكوي وزي الفل. تخيل لما الكابينيه بتاعك يبقى بالريموت، بتدوس انت عايز ميه على من ورا ولا ميه من قدام، ولا عايز البنت ورا وقدام، عايز ان هو تدخل مطرطشه كتير ولا بس سريع كده، عايز هوا شسوار عشان ينشف لك نفسك قبل ما تمشي. ليه تقعد توجع دماغك وتكنس ارضك وتعمل حاجتك؟ انما ممكن تجيب روبوت يمشي لوحده يكنس لك البيت كله وينظفه لك ويمسحه لك ويظبط لك كل حاجه فيه. بجد انا مش مصدق، ده كوكب كوريا الجنوبيه ان المكانس فيه روبوتات. بقول لك دي عشان يبين لك قد ايه ان الهواء بيطلع من الجناب، حاجه رائعه. التكييفات هنا يا جماعه بقت عالم التكييف. كوكب كوريا الجنوبيه هو كوكب سامسونج وهوندا، زي ما بيقولوا هنا، ما بيقولوش هونداي، وكوكب الالكترونيات كلها. قلت لازم اوريكم واحد من محل الالكترونيات العاديه جدا هنا في العاصمه الكوريه سول. تعالوا نشوف مع بعض المنظر هيبقى عامل ازاي. ندخل نشوف ايه بيبيعوا، ايه، ثلاجات، غسالات، بوتاجازات، ايه الحاجات اللي الناس هنا في كوريا بيجوا محلات عشان خاطر يشتروها. هنلاقي اول دور هنا الناس الكبار في السن زي ما انتم شايفين، تيتا الحاجه وجده الحاج جايين هنا يشتروا موبايلات جديده اجدد موديل، وقاعد بيعمل لهم باك اب عشان خاطر الطنط كسرت الموبايل القديم بتاعها فجايه تشتري موبايل جديد. طبعا السامسونج هنا رخيص جدا جدا مقارنه باي مكان تاني في العالم. ندخل على الدور الثاني نلاقي هنا اللابتوبس والحاجات بتاعه الكمبيوتر. هنلاقي هنا بيقول لك اول حاجه هو اخف كمبيوتر في العالم كله، بيقول لك داخل موسوعه جينيس ريكوردز. هنا الكمبيوتر اللي في ايدي ده والنوع بتاعه جرام، بيقول لك ده اخف كمبيوتر في العالم. عندهم هنا الكمبيوترات، انواع الكمبيوترات كلها يا جماعه حاجات نظيفه جدا. انا مش متخيل ان الكمبيوترات هنا ده الرفع بتاعها، انت متخيل؟ ده اللابتوب الرفع بتاعه كده حاجه غير طبيعيه، ان هو تقريبا كله كده. شايفين المنظر؟ خلاص يعني التكنولوجيا هنا في كوريا ان هم ما بيستخدموش بقى الكمبيوترات واللابتوب القديمه بتاعتنا التخينه قد كده، لا عندهم الدنيا كلها اخف من يعني الريشه. ندخل بقى على غسالات الاطباق والبوتاجازات. خلاص البوتاجازات بتاعت زمان دي بتاعتنا بطلت موجوده، البوتاجازات الجديده هي البوتاجازات كده اللي هي بتبقى بالتاتش وبيبقى سريعه جدا جدا جدا. ادي طبعا سامسونج يكتسح كل حاجه. ده بوتاجاز يا جماعه، ده بوتاجاز سليم، يعني بصوا البوتاجاز سمكه 2 سم تقريبا، حاجه جامده جدا. وبيقول لك ان هو بيشتغل معاك على الواي فاي بتاع البيت، وكمان بتوصله على الموبايل فبشغل البوتاجاز وتقفلهم من الموبايل. يا رجاله موبايلك تعرف تشغل كل حاجه في بيتك هنا في كوريا الجنوبيه من كتر ما هي بقت بلد قمه في التكنولوجيا. ده البوتاجاز هنا نفس الكلام. هنا البوتاجاز ده سنتي ونص تقريبا سمكه، حاجه غير طبيعيه. موبايل البوتاجاز ده نفس الكلام 3 عين. و انا مش مصدق اقسم بالله كل الحاجات دي بتتوصل بالموبايل بتاعك. ادي بوتاجاز تاني برضو، شوفوا سمكه قد ايه. شوف البوتاجازات التانية اللي هنا. ادي بوتاجاز كمان بيقول لك من جوه هنا العيون بتاعته كذا عين في بعض، فطبعا دي هنا تحتيها في 4 عيون فتخلي لك الحاجه تغلي في ثواني، يعني تطبخ الحاجات بتاعتك بسرعه جامده جدا. ونفس الكلام هنا، ده اندكشن، ده اندكشن، وده هاي لايت. واو. غسالات الاطباق نفس الكلام. كل الغسالات اللي احنا هنشوفها دي بتتوصل بموبايلك في البيت وتوصل بالواي فاي عندك في البيت، وكل حاجه تشغلها وتوقفها وتظبطها وتبعت لك مسجات وتقول لك حاجتك خلصت على الموبايل بتاعك. سامسونج نفس الكلام، سامسونج شايفين كله متوصل بالبيت بتاعك. ال جي، يا حلاوه، بصوا الجمال، بصوا بتاع بيقول لك كمان هنا دي بتطلع من هنا كمان بخار وبتاع عشان تنشف الحاجه. واو. وبيقول لك دي اجمد حاجه في ال جي ده. واو.
شايفين يا جماعه كله ترو ستيم ومش عارف ايه، واسعارها حلوه جدا. هنا الروبوتس تاخدها تنظف لك بيتك، انت بتظبطها بالموبايل، بتروح بتقول له عايز تنظف من امتى لامتى، او عايز تنظف اوتوماتيك، هو يروح يمشي كل شويه كده يشوف لو في تراب يمسحه، ينظف البيت، يرجع يركن في مكانه ويقوم تاني يروح ينظف لك البيت. فانت مش شايل هم انك انت حاجه تنظف، انك انت تنظف ولا يبقى في تراب ولا اي حاجه، كله في وقته. الروبوتات هنا الكهربائيه المكانس دي بتروح تنظف وترجع مكانها وتتشيك هي بنفسها لو في اي حاجه وسخه، حاسه بالسنسورز بتاعتها عن طريق الذكاء الاصطناعي، بتروح هي تنظف في جميع الاشكال والالوان. يا جماعه ده روبوت اهو سامسونج، دي مكنسه روبوت سامسونج بكاميرا، انتوا متخيلين شغاله بالذكاء الاصطناعي، فيها كاميرا عشان تنظف بيتك وتظبطه لك، وشوف العجل بيدخل جوه انا مش مصدق اقسم بالله، حاجه بجد غير طبيعيه. التواليت في كوكب كوريا غير اي تواليت تاني في العالم، حاجه بجد جامده جدا. كوريا هنا زيها زي اليابان، بيستخدموا الشطافات وشطافات الالكترونيه، ومش بس شطافات الكترونيه، دي انواع التواليتات اللي انت ممكن تجيبها. كل بيت وكل حمام عمومي في كل حته هنا في كوريا الجنوبيه بيستخدموا الشطافات. كل اللي عليك تعمله انك انت قبل ما تشتري او عايز تشتري الكابينيه بتاعك التواليت، بتختار انهي نوع عايزه. هنا كل حاجه زي شايفين كده بالريموت. تخيل لما الكابينيه بتاعك يبقى بالريموت، بتدوس انت عايز ميه على من ورا ولا ميه من قدام، ولا عايز البنت ورا وقدام، عايز ان هو تدخل مطرطشه كتير ولا بس سريع كده، عايز هوا شسوار عشان ينشف لك نفسك قبل ما تمشي، عايز تحرك قوه الميه قد ايه، عايز الحركه بتاعه الدفى بتاع الميه قد ايه، عايز انك انت تستخدم الشطافه بتنظف نفسها بنفسها، وانك انت تشغل موسيقى وانت قاعد جوه عشان محدش بره يسمع، لو انت كنت بتفرقع الدنيا محدش يقول لك انت، محدش يسمع انت بتعمل ايه، وحاجات تانية كتيره جدا. بس في التواليت الكوري يا جماعه حاجه بجد غير طبيعيه. هنا نفس الكلام، هنا بتاخد البتاع اهو شايف يقول لك ده بتحطه على الحيطه وتستخدم انت عايز انهي واحده، درجه الحراره، التنظيف، بتنظف نفسها بنفسها، مش محتاج اصلا تنظف الكابينيه، بتدوس على الزرار ده بينظف لك الكابينيه بالصابون وبكل حاجه. وكمان بتختار درجه حراره القعده لما تيجي تقعد، اول ما تحس بتاع تبقى عايزها دافيه ولا عايزها ساقعه ولا عايزها حر جدا زي ما انت عايز. حاجه بجد جامده جدا. هنلاقي كل الكابينيهات هنا نفس النظام. هنشوف مثلا مع بعض هنا اهو، نجيب ده مثلا، هنلاقي نفس الكلام هنا محطوط ان هو شايفين الاطفال بيعملوا لهم حاجه مخصوصه، بيبقى خلاص ده بتدوس عليه ان هو طفل، فبيبقى عارف انه طفل فبيعمل الحاجات بتاعته وما وبتبقى الميه طهارتها كويسه، الشطافه بتطلع بطريقه معينه عشان ما تطرطشش عليه، بتظبط كل حاجه هنا، وكمان بتفتح النور. واو واو واو. حتى التكييفات بتاعتنا اللي متعارف عليها اللي احنا بنشوفها كان في بيوتنا، اللي فيها التكييف جوه بعدين متوصله بموتور بره وبيسخن ومش عارف ايه، انقرض زي ما الديناصورات انقرضت. هنا في كوريا الجنوبيه دي اشكال التكييفات الجديده. ده كارير، ده هنا التكييف العظيم ده ال جي، كله حاجه بالباور بتدوس بيشتغل. وده التكييف خلاص كله منه فيه، مفيش حاجه اسمها بتوصل بره وتكسر في الحيطه وتعمل مش عارف ايه. ده تكييف سامسونج ويبتدي يهوي، والله الله الله على الحلاوه. تكييف حاجه كده تحط واحد في البيت عندك يكيف لك الدنيا كلها، كله بالالكترونيك، وتوصله بالموبايل بتاعك وتشغله توطيه تعليه تعمل له مش عارف ايه. واحلى حاجه ان هنا معظم التكييفات دي بيبقى شايفين الكهرباء بتاعتها واحد، يعني ما بتستخدمش كهرباء تماما. يعني احنا في 1 2 3 4 5 المقياس ان هو استهلاك الكهرباء ده واحد، فانت توفر تجيب تكييف جديد وكمان توفر بيه فلوس كتيره جدا. نفس الكلام هنا ال جي ده يقول لك بيست 1، ده احسن تكييف هنا عندهم في المحل، حاجه غير طبيعيه. من الجنب كده بيشتغل الله. بيست 3 ده رقم 3 ال جي برضو، وهنا ال جي. ودي التكييفات شايفين بيحطوا لك دي عشان يبين لك قد ايه ان الهواء بيطلع من الجناب، حاجه رائعه. التكييفات هنا يا جماعه بقت عالم التكييف. تكييف تدوس يفتح، تدوس تاني يروح البتاعه دي مقفوله مقفوله، وشكرا جدا سلام عليكم. حاجه بجد ما تشوفوهاش غير في كوكب كوريا الجنوبيه. نيجي بقى للثلاجات هنا في كوريا الجنوبيه. الثلاجات زي ما انتم شايفين كده حاجه جامده جدا، يعني تحس ان هي يعني اختراع. والجديد ان هنا ما بيحطوش زي عندنا بقى الاكل كله وبتاع، لا هتلاقي كل الثلاجات اللي بتتباع معاها الصناديق دي عشان تحط الاكل جوه الصناديق دي، عشان خاطر تحافظ على
الاكل، وكمان ان هو ما يخليش الريحه بتاعت الثلاجه حاجات تدخل على بعضها. هنلاقي كل الثلاجات، يعني هو ثلاجه اي ثلاجه هنفتحها راندم هنلاقي ان هو خلاص ده الموضه الجديده، ان بيبان الثلاجه جامده جدا كده عشان خاطر تبقى داخله مع البيت بتاعك. انت خلاص تبقى حته من اكنها حته من المطبخ عندك، وكله شايف يقول لك ده للجزر، ده للكذا، ده للكذا، ده للكذا. والفريزرز من جوه كده شايفين نفس الكلام اهو. سامسونج هتلاقي كل واحده مكتوب عليها سامسونج، وعلبه كبيره تحط فيها تخزن حاجتك في الفريزر. نفس الكلام هنا شايفين، واو. الدرج اللي تحتيه هتلاقي نفس الكلام اهو. الحاجات الاكبر عايزين تحطوا لحمه، تحطوا حاجه، شايفين المنظر. كل حاجه تبقى عندك في الثلاجه في نظام. النظام يعني مثلا اي ثلاجه نختارها راندم اهو، مثلا ده شايفين كلهم درجه استخدامهم للكهرباء قليله جدا، نمبر واحد يعني ما بيستخدموش كهرباء تماما. لو فتحنا مثلا الثلاجه دي هنلاقي نفس الكلام شايفين اهو. خلاص هي دي الثلاجات هنا في كوكب كوريا، ان الكل بتحط حاجتك تحط كده عشان خاطر الاكل يبقى معروف ان هو ما بيعملش ريحه، ما بيعملش حاجه، وكل حاجه بنظام. واو واو بجد. اي حد اهو ثلاجه ال جي نفس الكلام شايفين، يعني ثلاجه تحط الحاجه كده علبتك مكتوب عليها ال جي والثانيه مكتوب عليها سامسونج، ونفس الكلام تحت اهو شايفين. تحط ده تمشي ده، وتلاقي الحاجات اللي تحطها في الفريزر في علب كده. نيجي بقى لاسم الغسالات. الناس هنا بتيجي عشان تشتري غسالاتها، وغسالات في كوريا غير اي مكان تاني في العالم. تعالوا نوريكم الغسالات الكورية عاملة ازاي. الغسالة دي اسمها بيكس بي، وهنا بقت ده خلاص الموضة الجديدة في كوريا الجنوبية، ان الناس بتتكلم ليها بي سبوك اي اي بالذكاء الاصطناعي. تقول لها هاي بيكسي، وبعدين تديها اي امر انت عايزه هي تنفذه. يا جماعة شوفوا التكنولوجيا وصلت لايه، وكله بيتوصل بالموبايل وبالشبكه بتاعت بيتك. انتوا مش متخيلين يا جماعه المنظر هنا بجد بتاع الغسالات عامل ازاي. الناس اهو الراجل جاي يشتري لصاحبته او لمراته او لخطيبته الغساله الجديده بتاعتهم. حاجه شايف بيشرح له كمان ان هنا الغساله دي مش بس غساله عاديه، ولكن كمان تحت فيها لو انت غسيل يعني وسخ قوي 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 بتحطه تحت لوحده وتغسل. فين عصر المكاوي لما كان عندنا مكوى بقى وتقعد وتكوي وبتاع. هنا في كوريا الموضوع بطل زي عندنا خالص. الموضوع دي المكوى الجديده، بتجيب دولاب زي الثلاجه كده الفريزر، بتحط فيها قميصك، بتحط فيها حاجتك، وتعلقها جوه اوتوماتيك يعني خلاص بتتكوي. بتعلق الحاجه بتاعتك جوه، البخار بيجي عليها بيكويها. تحط بدل، تحط قمصان، تحط في الحاجه اهو اللي جنبها نفس الكلام. تحط حاجتك يا باشا، تعلق القميص اللي انت عايز تكويه بكره الصبح تروح بيه الشغل، تك شكرا جدا. تصحى الصبح تلاقيه مكوي وزي الفل. عندك جزمه عايز تظبطها وبتاع، بتحطها على دي وتحط الجزم بتاعتك جوه، تبقى ريحتها جميله ومتعطره وكل حاجه. جميع الانواع والاشكال سامسونج يا جماعه. دي المكاوي الجديده. حط حاجتك يا باشا خلص اهو. شايف بيقول لك هنا حاجه غير طبيعيه. بصوا جميع الانواع والاشكال اهو. ده بيفتح من هنا نفس الكلام. نعلق يا باشا حاجتك، تصحى الصبح تلاقيها مكويه وزي الفل، وتخلص تروح تدخل تاخد دشك، تطلع من الدش تلاقي حاجتك مكويه كله. حط هنا حاجتك، علق شويه، تعالى تلاقيها مكويه وزي القشطه، تاخدها وتمشي. ولا بقى تقعد تكوي، ولا تقعد تحرق، ولا تقعد تعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها وضيعنا فيها نص عمرنا. والحق ولازم مامتك هي اللي تكوي لك عشان انت ما بتعرفش تكوي، والقمصان بتطلع مش مكويه وطالعه من بق كلب. كل هنا سامسونج حلت المشاكل في كوريا الجنوبيه. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا في محل الالكترونيات هنا في كوريا الجنوبيه عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتابعونا صفحاتنا الرسميه على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، حجاجوفيتش. ترقعونا اللايك المتين، كومنتكم العظيم، شيراتكم الرهيبه عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم، وشوفوا الشعب الكوري الجنوبي بيبقى ايه عنده في بيوته، قد ايه التكنولوجيا عندهم في بيوتهم وصلت لدرجه غير طبيعيه. اعتقد ان احنا مش هنوصل لها ولا بعد مليون سنه. وازاي بقوا بجد ان هم شعب منتج، هم اللي بينتجوا مش بيستوردوا من بره، وبينتجوا هنا من الابره للصاروخ عشان خاطر هم اهتموا بالتعليم بعد الحرب الكوريه، وبجد خلوا بلادهم من اقوى اقتصادات العالم كله.
اتمنى اتعلم من كوريا الجنوبيه. كان معكم احمد حجاجوفيتش من العاصمه الكوريه الجنوبيه سول. اشوفكم على خير باذن الله في حته ثانيه كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.